بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جاء الإسلام ونهى عن العصبية والقبلية، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هلال شهر شوال 1446 هجرية، والآن أذان العشاء يصدح بالمآذن، فكيف يكون هذا الهلال مستمر لهذا الوقت بهذا الحجم ويكون هو اليوم الأول؟ إذن هنيئا للدول التي رأت الهلال والدول التي اتبعتها، فكان عندها يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان 2025 و 1446 هجرية 30 مارس 2025. وعفى الله وغفر الله للدول التي أصرت أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن العيد هو اليوم. وكل الرجاء أن تتخذ الدول العربية والإسلامية موقفا موحدا. إذا ثبت في أي جزء من أي دولة إسلامية أو عربية الهلال، تتبع الدول الواحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدعانا الإسلام إلى الوحدة والاعتصام وليس التفرقة. وكل عام والجميع بألف خير. الهلال مستمر لبعد أذان العشاء. إذن الدول كالسعودية وقطر واليمن وكل الدول التي أعلنت أن السبت هو المتمم لشهر رمضان 2025 1446 هجرية كانت على صواب. والدول التي أعلنت أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان 2025 1446 هجرية جانبها الصواب. وعموما في الاجتهاد من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ورؤية الهلال نرجو أن يكون فيه تعاون بين جميع الدول. إذا ثبت في أي قطر أي جهة إسلامية، ونرجو أن الدول العربية أنها تعمل استطلاع الأهلة مشترك. يعني هنا في السعودية أكثر من 10